الجماعة في إيران ضربوا في إسراء بيت اسمه بيت شامش، ومتوقع إن عدد الجثث وصل ل56، ولكن النتنياهو مخبي عليهم، والناس كلها يا أخويا مستغربة إزاي الصاروخ بتاع إيران قدر يعدي أكبر منظومة دفاع في العالم. لكن قالوا لك بقى إن الجماعة في إيران قدروا يطوروا صاروخ ويخلوه صاروخ مناور، يعني لما يراوغ زي شيكابالك الصاروخ يخش منظومة الدفاع الجوي تجيله يجيها يمين يجيها شمال ويعدي ويشوط. ونزل هذا الصاروخ وضرب 8 مباني وخلى الدخان هاي فوق، وكل وسائل الاعلام بقى اما تقول لك ان متوقع ان في الحرب دي يموت من اسراء حوالي 500 600 700 واحد. ايوه يا عم، ده ايه العدد يعني؟ ده عدد قليل قوي. ايه يا عم الكلام ده؟ اقول لك يا حبيبي، ما انت مش فاهم. اسراء دي يا بيه اكتر دولة في العالم كله عاملة تحصينات ومستعدين للحرب 24 ساعة في ال 24 ساعة. الجماعة هناك مش فاضيين يتفرجوا على مسلسلات ولا عايشين حياة عادية، عايشين كده منجومين، كل شوية يقولوا يم يم. يعني عارف انت لما تخش على حد اما يقول يم من قبل ما تروح له، هم دول. فقال لك الجماعة هناك عاملين في كل عمارة، كل عمارة قال لك في كل شقة عاملين أوضة محصنة، أوضة لو جه عليها أي صاروخ ما تتأثرش. فطبعا لما يجوا يستخبوا في يعني عارف انت الناس اللي مستعدين كل دقيقة لأي مصيبة تجيلهم، هم دول. فيعني دول من كتر الحروب بقوا عايشين في وضع اليومي طول الوقت. غير بقى الجماعة بتوع إسرائيل اللي اتكلوا على الله، في كمان 3 جنود أمريكان برضه وفاتهم المنية، لأن الجماعة بتوع إيران أما يلوشوا وضربوا قواعد أمريكية وضربوا قاعدة إبراهام وضربوا كمان البتاع اللي هي حاملة الطيارات، لأن دلوقتي إيران في مرحلة الانتقام. وطلع وزير خارجية إيران قال لك إيه بقى؟ قال لك مفيش مركزية، يعني أي ضابط يا حبيبي موجود عندنا واقف على قاعدة صواريخ أما يعمل اللي في خياله، أما يعمل اللي يجي في مزاجه، أما يضرب من غير ما نقوله، لا في انترنت ولا في تواصل ولا في أي حاجة. ورغم لما تعملوا إيران ده، اللي أنا عايز أقوله لكم إن النظام حاليا في إيران أما ينتهي، يعني بعد الحرب دي ما تخلص، مش هيبقى فيه أي قدرات عسكرية لإيران. بالسلامة، باي باي يا نظام. والمعلم ترامب طلع قال لك الحكومة الجديدة اللي في إيران أما تتكلم معايا عشان توقف الحرب. لكن احنا عارفين كالعادة المعلم ترامب أول ما ينفذ أهدافه ويعمل كل اللي هو عايزه يقول لك يلا نوقف الحرب ويلا نتصالح. عاملين كده زي ما أنا منبه على عيالي ولاد، أقول لهم روحوا اضربوا وعوروا وخدوا حقكم واعملوا اللي انتوا عايزينه، وبعد كده نقعد نتصالح بقى ونبوس على راسهم ونبوس على رجليهم. ما احنا خلاص خدنا اللي احنا عايزينه. فخد بالك أمريكا لو عايزة توقف الحرب دلوقتي هتوقف، هي دوبك بس تفتح باب كل المناقشة والكلام، تقول لإيران على طول يلاقوهم يتوافقوا معاهم ووقفوا الحرب على طول. فكل الدنيا بقى والتوقعات، وحتى خبراء عسكريين مصريين اما يقولوا لك ان الحرب دي هتيجي كمان اسبوع، يعني يوم الحد الجاي مثلا. فانت يا معلم لو معاك شوية ذهبات الحق بيعهم قبل يوم الحد، اعلى سعر يوصلوا له بيع على طول وما تطمعش. ناس كتيرة بقى اما تسأل طب ايه رد فعل الصين وروسيا؟ اهو مات المرشد حبيب ومختلوه، يا ترى رد فعلهم عمل ايه؟ روسيا طلعت قالت لك، بوتين قال لك انا ادين هذا الفعل وانهم غلط اللي عملوه، دي جريمة كبيرة. ايوه يا عم بوتين، فين الاسلحة؟ فين الطيارات؟ فين الدعم؟ طلع حتى الدعم اللي انا قلته لكم ده ما راحش، يعني ما ودوش اي حاجة. يا عم دي ايران ودت لك طيارات مسيرة وانت ما تحارب اوكرانيا، يا عم ودي اي حاجة. يا عم بيلي ريجو محطة بمية ساقعة، ما فيش ولا عمل اي حاجة. لكن الجماعة في الصين طبعا دول مش فاضيين لحروب، دول اما يصنعوا وينتجوا ويبيعوا ويكسبوا فلوس، لكن حروب ملناش فيها بيه. واخطر حاجة بقى عاملاها امريكا واسراء في الجماعة في ايران ان مخليهم كلهم يشكوا في بعض، كل واحد قاعد مستني بازوكة تنزل له من فوق دماغه ويتكل على الله. فكل واحد شاكك في اللي جنبه، الواد ده عميل، لا ده اخويا، ده محدش عارف الصاروخ جاي له منين. السؤال الأهم بقى هنا، ليه الجماعة بتوع إيران لحد دلوقتي ما قفلوش مضيق هرمز بالضبة والمفتاح؟ قال لك يا بيه الصين وروسيا باعتين قوات في الحتة دي، كل وظيفتهم إن مضيق هرمز ما يتقفلش. وقال لك الصين اتصلت بإيران وقالوا لهم اوعوا تقفلوا المضيق ده. وطبعا إيران قالت لك إيه؟ والله بصوا يا جماعة، إحنا أي سفينة أمريكية أو سفينة من بتوع إسراء تعدي هنمنعها تعدي وهنضربها، لكن أي حد تاني يعدي
ده عادي. ما هو أصل جفل المضيق ده يا جماعة، جفل المضيق ده يعني يلغموا المضيق. طب هم ليه لحد دلوقتي مش عايزين يلغموا المضيق؟ لأنهم لو لغموا المضيق يا بيه عشان يفكوا التلغيم ده يقعدوا شهر كمان. والشهر ده يا جماعة معناه إيه؟ معناه خسائر اقتصادية فادحة لإيران وللصين والروسيا. فهل إيران هتستحمل إن الفلوسات اللي بتجيلها ما تجيلهاش؟ ده غير كمان إنهم هيستحملوا إنهم يخسروا حليف زي الصين وزي روسيا؟ لا طبعا. فعشان كده ما قفلوش المضيق. الرئيس السيسي بقى طلع النهارده وعايز يقول لهم علني ايه الغباء اللي لما تعملوه ده؟ ما انتوا قدامكم ها الصراع اهي قدامكم، ما تنشنوا عدل، ما تضربوا صح. ليه ما تضربوا في الدول العربيه يا حبيبي اللي هي اصلا ما حدش فيهم قال ان هو ضدكم؟ ليه اما تحشد الناس كلها عليكم؟ ليه بتخلوا كل الدول دي تبقى ضدكم ويروح يدفع؟ انتوا فاكرين الدول العربيه امريكا هم اللي هيضغطوا على امريكا يخلوها ما تحاربش؟ بالعكس، ده امريكا هي اللي هتضغط عليهم تخليهم يدخلوا معاه الحرب ويدفعوا فلوس ويقاوموا طياراتهم ويقوم الدنيا ضدكم. ورايحين تضربوا لي مطار الكويت. يا عم تضرب مطار الكويت يقول لك اصل في واحد امريكي قاعد جوه المطار. يا اخويا انت سايب القاعده الامريكيه وراح تضرب المطار عشان احتمال يكون اصل لما تضرب جبل عالي ليه؟ اصل في بضاعه امريكيه معديه من الجبل. لا ده انت كيه راحت منك وما تتلكك وعبيط. فمن الاخر كده يا جماعه النظام الايراني مش همه غير نفسه، لا همه الشعب بتاعه ولا حياتهم ولا اقتصادهم. عكس مثلا دولة زي مصر واحد زي الرئيس السيسي كل همه يا حبيب الشعب بتاعه. ما انت لما تدخل حرب لازم تكون حاسبها قبليها، حاسب ايه الخسائر وايه المكاسب. لكن انت كده ما عندكش اي مكاسب. ايه يعني يا حبيبي هتعور لك كام واحد وفي الاخر انت اللي هتتكل على الله؟ وفي النهاية نقول تحيا جمهورية مصر العربية، وتحيا القيادة بتاعتنا، ويحيا الرئيس السيسي اللي قدر يعمل جيش مصري قوي يخلي اي حد يخاف يجيلك. وفي نفس اللحظة هو مش عايز يخش في اي حروب يا بيه. احنا عايزين نكون نفسنا ونحافظ على ناسنا. احنا دولة ما تفكر بعجلها. ده غير كمان انه اكد مقولة ان اللي عنده فول وطعمية احسن من اللي عنده قواعد امريكية. قعدت تقولوا هنبني القواعد، نقول لكم من 2015 اعملوا جيش عربي موحد. يا بيه نعمل جيش عربي يدافع لا والله اصل احنا عندنا قواعد امريكيه. القواعد دي نفسها كانت السبب انكم تتضربوا. يا جماعه فوقوا واعجلوا واسمعوا كلام مصر وشيروا لهم وابعتوا لهم.